ما يجري في الضفة الغربية الآن، ولكان نفطنا وغازنا المكتشف تابعا لمولي هذا حقل تمارا وما بعرف شو. كانت حكومتنا مجرد حكم ذاتي إداري، والسلطة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، ويحكمنا حاكم عسكري إسرائيلي كما كان يحكمنا في صور، وكما كان يحكمنا في صيدا، وكما كان يحكمنا في بيروت وفي الجبل وفي البقاع الغربي وفي راشية. من الذي طرد هؤلاء الحكام العسكريين من مدننا ومن السلطة على بلادنا وعلى شعبنا؟ وفي نهاية المطاف هذه المقاومة هي التي أسقطت كل مهارية الاحتلال والهيمنة وحفظت هذا اللبنان، هذا الماضي القريب المتواصل. يجب أن لا ينسى، يجب أن لا ينسى أيها الإخوة والأخوات وأيها اللبنانيون وأيها العرب وأيها المسلمون. هناك من يعمل اليوم لشطب هذا التاريخ، لشطب هذا الماضي. يجب أن لا ينسى هذا الماضي القريب، أن المعركة الحاضرة هي استمرار لهذا الماضي، لصراع هذا الماضي، لمعركة هذا الماضي، ولأن المعركة الحاضرة هي استهداف لكل إنجازات وتضحيات هذا الماضي القريب. يجب أن تعرف أجيالنا كل شيء عن تلك المرحلة التاريخية الحاسمة من تاريخ لبنان والمنطقة بالاسم والعنوان. يجب أن تعرف الأجيال عن تلك المرحلة، من تآمر ومن تخاذل ومن تعامل ومن قاوم ومن ضحى، من كان يتحمل الغرم ومن كان يجني ويكسب المغانم، من قاتل وانكب، من هو الوطني ومن هو العميل، من قاتل المحتل ومن صافح المحتل، ومن قتل حتى لا يصافح المحتل، وحتى لا يختلط الأمر على الناس، ليبقى الوطني وطنيا ولا يصبح المقاوم قاطع طريق أو لصا، ويتحول العميل إلى وطني يقدم شهادات بالوطنية. هذه مسؤولية الجميع، النخب والمثقفين والعلماء والكتاب والفنانين والناس والكل في كل الدوائر. حتى الجريح لازم يحكي لأولاده والجار لجاره. نعم، نحن في مواجهة عالمية ضخمة جدا تحاول أن تزور هذا التاريخ. نعالج إلى الوضع اللبناني ومن نضبط. إذا هذا البلد، خلينا نأسس من هون، هذا البلد يا أيها الإخوة والأخوات، هذا الوطن، هذه الأرض، نحن جزء أساسي منه. هذا الشعب اللبناني الكريم والعزيز جزء من مكونات هذا الشعب اللبناني الكريم والعزيز، بل نحن من جملة أجزاء هذا الشعب الذين قدموا التضحيات الكبيرة والجسيمة. هاي المقدمة مش بس لاحكي عن التاريخ، لأسس عليها في الحاضر. نحن قدمنا تضحيات من أهلنا، من أبنائنا، من فلذات أكبادنا، من أعزائنا، من أحبائنا، من أموالنا، من بيوتنا، من آلامنا وآهاتنا وتعبنا وجهدنا وصبرنا، ولا نمن على أحد. هذا كان من أجل آخرتنا ومن أجل عزة وكرامة دنيانا، ولكن أيضا من أجل وطننا وشعبنا وأمتنا ومقدساتنا. وهذا يعني أننا من جملة أولئك الناس الأشد حرصا على لبنان، على أمنه، على استقراره، على سلمه الأهلي، على وحدته، على دولته، على كيانه، على وجوده. لأنه مثل ما بيقولوا عنا الناس بالعامة، اللي بتدفع حقه مصاري كتير، اللي بتعرق من شانه، اللي بتقدم من شانه دم، مش مثل اللي بيجيك بالبلاش. مش مثل اللي بيجيك بالبلاش، في فرق كبير. في ناس بلبنان أهون شيء عندهم في مواجهة المصاعب والمصائب والتحديات والأخطار يطب شنطه
يمشي الى ارض الله الواسعة ويعيشوا بنعيم وامان وسلام. اما نحن مش هيك. كنت دائما اقول في مناسبات الشهداء والمناسبات المختلفة، خلينا نحكي شوي عن هاي المقاومة، عن هذا الحزب بالتحديد. نحن ما عندنا جنسيتين، عندنا جنسية واحدة، الجنسية اللبنانية. ولبنانيين مش من اكثر من 10 سنوات، من مئات السنين، بل بعضنا هو لبناني من آلاف السنين. ما عندنا بيوت خارج لبنان، ولا عندنا فلوس خارج لبنان، لا عندنا مشاريع خارج لبنان. اذا في بعض المغتربين اللبنانيين الله يبارك فيهم ظروف فرضت عليهم اراده، نحن الحزب ما عندنا شيء، انا هون. وكنت دائما اقول والان اعيد واقول، نحن هنا ولدنا وهنا عشنا وهنا كبرنا وهنا نبقى وهنا نموت وهنا نستشهد وهنا ندفن، وهذه ارضنا وبلدنا، ولن يستطيع احد ان يقتلعنا من ارضنا ومن بلدنا. للي عم يحكوا بهالايام عن الاقتلاع والاقتلاع ما بعرفش، اقوى جيش الشرق الاوسط احد دوائر الجيوش في العالم وهو الجيش الاسرائيلي، احطم عند اقدام مجاهدين في بنت جبيل وهيئة الشعب ومأرون الراس. من هم هؤلاء التافهون الذين يتحدثون عن اقتلاع هنا واقتلاع هناك؟ اذا هذا البلد نحن دفعنا ثمنا غاليا فيه من اجل بقائه، وفيه سنبقى، من اجل عزته وفيه سنكون اعزاء، من اجل حريته وفيه سنكون احرار، من اجل شموخه وسيبقى شامخا، وسوف نبقى حاضرين ان ندفع الاثمان الكبيرة والباهظة من اجل هذا الهدف ومن اجل هذه الغاية. بناء على هذا التأسيس خلينا نحكي نقطتين ثلاثة سريعين بالوضع اللبناني، لانه بدنا نحكي بعد كمان كلمتين سريعين بالوضع السوري. بطبيعة الحال بالكلمتين ثلاثة عن الوضع اللبناني ما حدا يحكي عن كل شيء، يعني ما حدا يقول هاي ليش ما حكي عنها، هاي نساها، هاي تركها، يعني طبيعة الوقت الضيق ما بيتيح انه، لكن في كم نقطة انا بعتقد شوي حساسين بدنا نتوافق. النقطة الاولى، بالسياسي الكل ينتظر، وباختصار يعني الكل ينتظر ما سيؤول اليه امر الطعن المقدم الى المجلس الدستوري لمعرفة التمديد للمجلس او رايحين على انتخابات. وعلى ضوء ذلك ايضا سيتحدد زمان ومسار تشكيل الحكومة المقبلة، ونحن مع اللبنانيين من المنتظرين، والله يحب المنتظرين، ولا جديد لدينا على هذا الصعيد. لكن يجب في هذا السياق ان نندد بتدخل السفارة الامريكية المرفوض في شأن سيادي او دستوري او انتخابي لبناني، وممارسة تهديد ولو تلويحا على اللبنانيين لدفع الامور في اتجاه معين. وهذا غيض من فيض التدخلات الامريكية السافرة في لبنان ودول المنطقة والعالم. ثانيا في الوضع الامني، الوضع الامني الف بيجي الف، نحن ندعو الى اقصى درجات ضبط النفس، كلياتنا عايشين الجو، يعني ما حدا قاعد في فيلا بعيدة عن الدنيا او شي جزيرة منقطعة، لا، بالنهاية اللي عم بيصير بسوريا، اللي عم بيصير بالمنطقة كلها عم ينعكس على لبنان. واصلا لبنان بمعزل عما يجري في المنطقة ما هو مأزوم بالحد الادنى من 2005 مأزوم. في المرحلة الاخيرة اكيد في ضغط اعلامي وضغط سياسي واتهامات والى اخره، هذا بيعمل انفعالات في الشارع، بيعمل انفعالات عند الناس، واحيانا في ناس بيفقدوا اعصابهم، بيفقدوا السيطرة على عقولهم، وقد يقدموا على اعمال غير مناسبة وغير صحيحة وغير مشروعة وغير قانونية، وهذا خصوصا بظرف استثنائي ممكن
تؤدي الى مخاطر. نحن ندعو الى اقصى درجات ضبط النفس وتجنب اي شكل من اشكال التوتر او الصدام. ندعو كل اللبنانيين، كل الموجودين على الاراضي اللبنانيه، لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وغيرهم، لكن بالتاكيد انا اريد ان اوجه خطاب خاص الى جمهور المقاومه بالتحديد، يعني الناس اللي عاده اذا قالوا شيئا او فعلوا شيئا نحن بدنا نحمل المسؤوليه معاهم، بالتاكيد على وجوب ضبط النفس سواء في حاله حزن او حاله غضب او حاله فرح. لانه اي ممارسه، اي سلوك ولو جزئي ولو تفصيلي في مثل هذه المناخات المتوتره قد تكون له تداعيات غير مناسبه على لبنان وعلى الناس وعلى الامن وعلى الاستقرار وعلينا جميعا. حتى في موضوع الخلافات الشخصيه الان نتيجه احيانا انه والله القضاء ما عم بيلبي كل الملفات او في بعض الامور عم بتطول، بصير خلافات بين اشخاص، خلافات ماليه، خلافات شخصيه، خلافات تجاريه. فهذا موجود بلبنان من زمان مش جديد، هذا بيخطف هيدا، هذا بيعتدي على هيدا، هذا بيقوس على هيدا. طيب بهاي المرحله هلا اصلا مش لازم ينعمل هيك، ولكن بهذه المرحله ادعو الى المزيد من الصبر حتى في القضايا الشخصيه، حتى في الحقوق الشخصيه، لانه اي اشكال فردي، اي اشكال شخصي عم بيصير باي منطقه من المناطق مباشره عم يعطى نتيجه الضخ والتآمر السياسي والاعلامي، عم ينعطى بعد مذهبي، بعد طائفي، بعد حزبي، بعد سياسي، بنكون بشيء بنصير بشيء ثاني. هذا الف. ب حتى لو جينا شوي بوسط الخطاب ناقشنا اسمه نقد ذاتي، في ظاهره موجوده بلبنان بس عند جمهورنا نحن، عند اللبنانيين عموما او عند كثير من اللبنانيين مش كل اللبنانيين، ظاهره اطلاق النار في الهواء في كل مناسبه. في الاونه الاخيره هي ظاهره اشتدت بشكل مسيء جدا. يعني هلا بالاعياد العالم بتقوس، بالمناسبات السياسيه بتقوس، تشييع الشهداء بتقوس، بكره جاي شهادات المدارس، جاي اللي بياخذ برافات او زوله، اللي بياخذ بكالوريا او زوله لحقوا اقواس. وبيطل حدا السياسيين بتبلش العالم تقوس، ومنهم العبد الفقير ايضا، ما بحكي عن غيره، بحكي عن حالي بالاول. طيب سابقا حكينا بهذا الموضوع وتمنينا وقدمنا واخرنا، لكن اليوم انا بدي بعد نقاش مع السادة العلماء، وان كان الفكرة واضحة ومع ذلك نحن اضطرينا نبعث استفتاءات خطية لعدد من المرجعيات الدينية الكبرى سواء في ايران او العراق، مش بس بايران، بايران والعراق، حتى ما حدا يقول انا بقلد المرجع الفلاني، ما بقلد المرجع الفلاني. وسألناهم قلنا لهم يا علماءنا، يا مراجعنا، يا فقهاءنا، اذا بتجي للناس بتقول لهم اطلاق النار حرام، بالله مين جايب لهي الفتوى؟ اذا بدنا نروح هلا على الدين، لانه عم نحكي بالعقل ما عم يمشي الحال، عم نحكي بالقانون ومخالفه القانون ما عم يمشي الحال، عم نحكي احيانا بالاخلاق كمان عم تكون الامور صعبه. بالعكس في ناس بيعتبروا من الاخلاق انه هن يقوسوا بهذه الكثافه من اطلاق النار كمان، ان هذا مزيد من الاخلاق. طيب سألنا السؤال التالي، انه عندنا بلبنان بيصير اطلاق نار بالهواء، نتيجة شو؟ ترويع الناس، ارعاب الناس. اذا اللي عم بيقوسوا مش منتبهين يعرفوا، كل بيعرف بكل المدن بكل احياء، بس نرعب، واحيانا عم نرعب من